داش حاء نقل ايوه حيش بنافا جروبا بالي نودم ايري خصنا نودم لحلبة جاجنا قرباني اللي هو همية بيروز دكم. هلا لون الاخضر، وين الاخضر؟ ايوه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برافو يا بطل. موديك جيانا مايا. موزيك چاندا مايا. موزيك دنجة مايا. اسمي المرشدة الاجتماعية هيرين شاميو. أعمل كمرشدة في منظمة نودم في فرع حلب. افتتحت المركزاتي منذ زمن قريب ليس ببعيد، فيمكن كان ب 11/1. فهدفنا هو الرعاية الاجتماعية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة وللأمهات ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا، وتأهيلهم نفسيا وتأهيلهم اجتماعيا ودمجهم بالمجتمع لحتى يكونوا أشخاص فعالين لهم دور بالمجتمع ويلعبوا دورهم بشكل فعال وأساسي. ذاتي كان عمل المنظمة تقوم باحتواء كافة أنواع الإعاقات، سواء كانت الإعاقات الحركية، البصرية، السمعية، المتلازمة داون، التوحد، كافة أنواع الإعاقات تتضمن. نحتوي كافة الفئات سواء كان من المكون العربي أو المكون الكردي بالحي الشيخ مقصود والأشرفية والحيين الشرقي والغربي. ذات عندنا العدد تقريبا شيء 600 من ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة الأنواع. مثل البرنامج اللي بتقوم بمنظمة نودم على مدار أسبوع يومي في جلسات نفسية للحالات، لكل حالة فردية للأمهات سواء كانت أو لذوي الاحتياجات الخاصة. في عنا حالات للتأهيل النطق، تعليمهم كيفية النطق، الأحرف، الأرقام، لتعليمهم القراءة والكتابة ليكونوا فعالين وقادرين يقودوا حالهم بالمجتمع. كمان عنا لغة الإشارة. لغة الإشارة في من قبل المتطوعة عنا ذات المكون العربي ناسي حلا بتقوم بالتدريب وتدريبهم على لغة الإشارة على مدار الأسبوع يومين مخصصين للغة الإشارة. ذاتي عنا كمان جروب موسيقى بيتعلموا على الموسيقى للإعاقة الحركية. عم بيبينوا فيه إنه هي الموسيقى للجميع، الموسيقى هي حياة، الموسيقى هي لكافة أنواع المكونات لكل الشخصيات الموجودة. فالإعاقة عندهم مو سبب لحتى يكونوا عائق حتى يحققوا إرادتهم،
حتى يحققوا ذاتهم، حتى يحققوا شخصيتهم. بطريق الموسيقى بيعبروا فيها عن مشاعرهم، أحاسيسهم. ذات الجروب اسمه بالين نودم على اسم منظمة نودم، فهن أوراق نودم، فهن نحو الشهور إن شاء الله يكونوا مشهورين، يكونوا فريق متعاون ذات فيهم الروح المحبة. هن الفريق فيه أو الجروب فيهم قسم أشبال كبار بالعمر، وفي عندنا قسم صغار، وذاتي كمان في جلسات للتوحد لكل حالة فردية تعقد من قبل المرشدة الاجتماعية. كذلك الأمر حالات المتلازمة داون بنعطيهم كل بالأسبوع يومين. ذات الكادر الموجود عنا بمنظمة نودم هي 3 أشخاص، والعمل كتير، فنحن بحاجة متطوعين، بحاجة الشخصيات اللي حابين ينظروا لهي الفئة من المجتمع، الفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، الفئة المهمشة. فبنتمنى من الشخصيات المستقلة، من المؤسسات المدنية، من الجمعيات، من المنظمات يقدموا المساعدة لهي الفئة المهمشة، يعطونا ايد العون حتى نحن كمان نحن وياهم نقدر نرفع ونقوم بهالشخصيات حتى يكونوا أشخاص سويين ويلعبوا دورهم بشكل فعال في المجتمع.